وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة نتناول اللغة العربية، أي مكانة اللغة العربية في العصر الحديث أو العصر المعاصر. لا يرتاب أحد من الباحثين قدامى ومحدثين شرقيين وغربيين في أن العربية من أقدم اللغات وأقواها أصالة وأوسعها تعبيرا، بل يتصدى بعضهم اليوم عن طريق ما يسميه بالتأثيل والترسيس إلى اعتبار العربية فوق اللغات الإنسانية قاطبة، فهي أم اللغات الآرية لا السامية ولا الحامية فحسب. ومما عني به السابقون صفاء هذه اللغة ونفي الغش والزغل عن مفرداتها، فهي لآلئ لا ينبغي أن تختلط بالحصى والتراب. يقول الشاعر أبو العلاء المعري في هذا السياق: من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلقى ولا يحفظ. ويقول الشاعر شاعر النيل حافظ إبراهيم متحدثا على لسان اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا القواص عن صدفاتي. كما تم نفي الهجنة والعيوب عن أساليبها وتراكيبها، وأنجزت في ذلك دراسات متعمقة لأئمة اللغة والنحو والبيان. وكان هذا من أعظم الإنجازات في تاريخنا، لأن اللغة هي الوعاء الحضاري لفكر الأمة ونتاجها العلمي والأدبي. أهمية البحث في التحديات التي تواجهها اللغة العربية. إن البحث في التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصرنا الحاضر أمر في غاية الأهمية، وذلك للأسباب التالية. الأول يعود إلى الدين الحنيف، فهذه اللغة وعاء للفكر الإسلامي عبر 15 قرنا من الزمان، وهي الوسيلة لأداء العبادات وبخاصة الصلوات الخمس وتلاوة القرآن. ثانيا، لأن اللغة العربية لها وظيفة اجتماعية، فهي التي نتواصل بواسطتها من المحيط إلى الخليج، والحفاظ عليها هو السبيل لبقاء التلاحم بين الناطقين بها. الثالث يعود إلى تراثنا الأدبي المتنوع الذي هو مفخرة لنا، ولا نستطيع التواصل معه إلا من خلال اللغة العربية. الرابع وهو سبب إنساني، فاللغة العربية ثروة ثقافية للإنسانية قاطبة، وقد استفادت منها اللغات الأخرى كالعبرية والفرنسية والإنجليزية. واندثار هذه اللغات أو إضمحلالها معناه ذهاب أحد أهم الموارد المغذية للغات الإنسانية. ما هي أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية في عصرنا الحالي؟ والتحديات الجمة التي تواجهها اللغة العربية ترجع في مجملها إلى نوعين. النوع الأول تحديات داخلية، والنوع الثاني تحديات خارجية. أما الداخلية تتمثل في الأزمة الحضارية التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية،
حيث وجدنا من يدعو إلى هجر هذه اللغة الفصحى واستبدال العاميات المحكية بها أو مزجها بالعاميات بدعوى التسهيل والتيسير. أما الاعتماد على اللغات الأجنبية بديلا عنها، وكأن التطور لا يكون إلا بالانسلاخ من اللغة العربية. هؤلاء الذين يدعون إلى تطوير اللغة العربية يريدون الانسلاخ من اللغة العربية الفصحى التي جاء بها الإسلام، وعلما أن هنالك أمم كثيرة قد تطورت مع حفاظها على لغتها القومية، مثل اليابان والصين وروسيا. هذه الدول متطورة لأنها حافظت على لغتها وتراثها. وسائر الدول الأوروبية فليست اللغة إلا وسيلة للبيان، ولا يمكن أن نحملها مسؤولية الفوضى والتقهقر الحضاري الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية على مختلف الأصعدة. وأما التحديات الخارجية تتمثل في مزاحمة اللغات الأخرى لها والغزو الفكري الوافد من الأمم الأخرى، والمتمثل أخيرا بالعولمة التي تريد ابتلاع ثقافات الأمم والشعوب والقضاء على هذا التنوع اللساني في العالم، حتى وجدنا دولة عظمى كفرنسا تضج من زحف العولمة، ويقرر زعماؤها بأن التنوع ضرورة، وذلك حفاظا على لغتهم من الانحسار والضياع بعد ذلك. هكذا يدافعون عن لغاتهم، فما بالك باللغة العربية التي لا يروج لها أحد، بل صرت تمشي مدن العرب وأسواقها فلا تجد إلا إعلانات ملحونة بالعربية، وربما لا تجد العربية أصلا فوق بعض الحوانيت. إذا ذهبنا بعض الدول العربية التي اعتمد على اللغات الإنجليزية أو غيرها نجد اللغة العربية قد أقصيت من المجتمع، وكأن اللغة العربية قد انقرضت من واقعنا الاجتماعي. والتحديات الخارجية يمكن التغلب عليها إذا تمسكنا بتراثنا الثقافي وبثوابتنا وقيمنا الدينية وشخصياتنا القومية الإسلامية وخصائصنا النفسية والاجتماعية. ونحن لسنا ضد تعلم لغات الآخرين والاطلاع على ثقافاتهم، بل هذا عنصر أساسي من أي مشروع حضاري لنهض الأمة. نحن لا ننكر أو لسنا ضد تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الصينية، ولكن أن نهتم بلغتنا العربية. ولكننا نرى أن الأولوية في التعليم ينبغي أن تكون للغة العربية، هذه اللغة التي كانت لغة العلم والحضارة في العالم ذات يوم، والتي يمكن لها أن تكون ذات مستقبل باهر، وذلك لأن أكثر من ربع سكان العالم يدينون بالإسلام، أي يقرؤون القرآن باللغة العربية. الذي جاء كتابه بلسان عربي مبين. وقد وجدنا من الفقهاء من يأمر المسلمين بتعلمها، بل أوجبها بعضهم حتى يتفقهوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن الخطورة الأكبر على هذه اللغة هي في التحديات الداخلية، وهي تأتي من أناس يعيشون بيننا وينطقون بلساننا، يتكلمون بالعربية وينقضون العربية ويصفونها بالتخلف والانحصار.
ولكنهم يدعون إلى نبذ هذه اللغة أو استبدالها بالعاميات تحت شعار الواقعية، أو باللغات الأوروبية الحديثة تحت شعار الدعوة إلى التقدم والتطور. هنالك لمحة تاريخية عن جذور الدعوة إلى تطوير اللغة العربية. في بعض الناس دعوا إلى تطوير اللغة العربية، كيف ذلك؟ وفيما يلي موجز لتاريخ الدعوة إلى تطوير اللغة العربية وهدمها واستبدالها. متى بدأت؟ بدأت في أواخر سنة 1298 هجرية الموافق 1881، حين اقترحت مجلة المقتطف كتابة العلوم باللغة التي يتكلمها الناس في حياتهم. هذه المجلة كانت تصدر في القاهرة، فتبنت هذا الخط بأن تكتب العلوم باللغة التي يتكلم بها الناس، أي بالعامية أو السوقية. هاجت المسألة في أوائل 1313 هجرية الموافق لعام 1902، حين ألف أحد قضاة محكمة الاستئناف الأهلية في مصر وهو من الإنجليز كتابا عما سماه لغة القاهرة، يريد أن يغير في اللغة العربية، فكتب كتابا سماه لغة القاهرة، وضع لها فيه قواعد واقترح اتخاذها للعلم والأدب، كما اقترح كتابتها بالحروف اللاتينية. وتنبه الناس للكتابة حين أشادت به المقتطف. هذه الجريدة كانت وباء للثقافة العربية ولمحاربة اللغة العربية. وفي ذلك كتب الشاعر حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة على لسان اللغة العربية يدافع عنها. قال الشاعر: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وقاية، وما ضقت عن آي به وعظات، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعات. في هذه القصيدة شخص الشاعر اللغة العربية، أي جعلها شخصا يتكلم عن نفسه، بل جعلها أما تنعى حقوق أبنائها لها وتعلن دهشتها. هذا التصوير وتجسيد، وهي من البلاغة في الشعر العربي. تعلن دهشتها من أبنائها الذين يخوضون في هذا الحديث الظالم ضدها، فتقول: بعدما سمعت الضجة الكبرى والحملة الجائرة ضدي، رجعت لنفسي واتهمت عقلي. حصاتي معناه اتهمت عقلي، ولكن تبين كذب ما يقولون، فعلمت أنهم يريدون وأدي، فناديت قومي واحتسبت حياتي عند الله فيما يدخر، فهم قد اتهموني بالعقم، وهو مرض يصيب المرأة والرجل في عدم الولادة في شبابي، وليتني حقيقة عقمت فلم أجزع لقول أعدائي، ولكنني أنا الودود الولود تتجدد في كل عصر وزمان. ثالثا، ثارت المسألة من جديد حين دعا شخص من الإنجليز كان مهندسا للري في مصر، وهو ويليام ويلكوس، سنة 926 هجرية الموافق لعام 1926، إلى هجر اللغة العربية، وترجم أجزاء من الإنجيل إلى ما سماه اللغة المصرية، ونوه سلامة موسى. هذا الشخص المصري العصراني الذي حارب اللغة العربية اسمه سلامة موسى، أيد هذا الكلام.
انتشرت الدعوة حين اتخذت اللهجة السوقية في المسرح الهزلي، ثم انتقلت إلى المسرح الجدي حين تجرأت عليه فرقة تمثيلية تتخذ اسما فرعونيا وهي فرقة رمسيس. وظهرت السينما من بعد فاتخذت هذه اللهجة أي اللهجة العامية، ولم يعد للعربية الفصحى وجودا في هذا الميدان. تسللت الدعوة إلى مجمع اللغة العربية. هذا المجمع كون أو أنشئ للمحافظة على اللغة العربية، ولكن تسللت أشخاص ضد اللغة العربية، فظهرت سلسلة من المقالات عن اللهجة العربية العامية. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء، ونواصل ما انقطع من الحديث عن وضع اللغة العربية في عصرنا الحاضر. قلنا تسللت الدعوة إلى مجمع اللغة العربية، وظهرت سلسلة من المقالات، وهذه السلسلة كتبها أحد أعضائه وهو عيسى اسكندر المعلوف، وكان يتبنى قبل فكرة الدفاع عن اللهجات السوقية، يعني اللغة التي ليس لها معنى، ليحارب اللغة العربية، يعني تسهيل وتيسير ضد اللغة العربية. وقال إنه يشتغل بضبطها وتقييد شواردها لكتابة العلوم. تقدم أحد أعضاء المجمع وهو عبد العزيز فهمي، كذلك ثالث الثلاثة الذين بنى عليهم الوفد المصري عام 1361 الموافق لعام 1943 باقتراح كتابة العربية بالحروف اللاتينية. وشغل المجمع ببحث اقتراحه عدة جلسات، تكتب بدل الحرف العربي بالحرف اللاتيني. امتدت خلال 3 سنوات مناقشة في هذا المقترح، ونشر في الصحف، وخصصت الحكومة جائزة مقدارها 1000 جنيه لأحسن اقتراح في تيسير العربية. وكان أتاتورك الذي أنهى السلطنة العثمانية هو الذي استبدل الحروف العربية بالحروف اللاتينية، أي اللغة التركية كانت تكتب بالحروف العربية في ذلك الوقت، كما عدة لغات كانت تكتب بالحرف العربي، مثل الآن الفارسي والأردي تكتبان بالحرف العربي. فاللغة التركية كانت تكتب هكذا، وكانت تكتب كالعرب باليمين. وحينما جاء أتاتورك غير هذه الحروف إلى الحروف اللاتينية. ولكن نجد في هذه اللغة التركية ما يقارب 70% من الكلمات كلها مفردات عربية، وهذا يدل على تقلقل اللغة العربية في المجتمع التركي في ذاك الوقت في العهد السلطنة العثمانية. ثم جاء المقلدوه من بلاد العرب يريدون أن يحذوا حذوه، أي في مصر. طبعا هؤلاء ركزوا على مصر، لأن مصر كانت تعد دولة ثقافية، محور كبير للعرب والمسلمين، بما فيه الأزهر قبل أن يغير إلى جامعة كان يسمى جامع الأزهر، الذي كان يحتفي ويدافع عن اللغة العربية وينشرها في الآفاق عبر الطلاب الذين يأتون له من كل فج عميق. فهنالك شعارات براقة لهدم اللغة. حينما يريدون أن يهدموا اللغة العربية لا يأتون بكلام قبيح، إنما يأتون
شعارات براقة جميلة حتى يقتنع المجتمع بدعواهم. يتخذ دعاة التقريب والمهزومون فكريا وحضاريا في مقدمهم دعاة هدم اللغة الفصحى سيلا من الشعارات البراقة والكلمات الخلابة بقصد لفت الأنظار نحوهم، ويوزعون اتهامهم في كل اتجاه، يعني يدسون السم في العسل. وقد حذر من هؤلاء كثير من الأدباء والشعراء، ومنهم الشاعر القروي رشيد سليم الخوري وهو من لبنان، يقول هذا مدافعا عن اللغة العربية، يقول: لغة العروبة هي هذه اللغة الخلاقة المطواع. في مقدمة ديوانه هكذا كتب: لغة أهل الجنة، اللغة التي اتسعت لرسالة الرحمن، اللغة التي ملكت فصحاها ألسنة أفذاذ الأدب العربي، وألفت بين قلوبهم في كل قطر سحيق، والتي يتناشد ألحانها بلابل الشعر من الخليج العربي إلى المغرب الأقصى، إلى كل مقترب غزيف، فتتجاوب قلوبهم بأصدائها وتعلو على كل صوت شعوبي نكير. هكذا يدافع هذا الشاعر القروي سليم الخوري عن اللغة العربية. وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمود الطناحي، وكذا هو من مصر، مصري الجنسية، كاشفا زيوفهم وأخرادهم، يدافع عن اللغة العربية. قال: لقد تعرض أبناء هذا الجيل لسيل طاق وموجات متلاحقة من التشكيك في تراثهم، فالشعر العربي قالوا فيه قمود وانتحال، وفي تفسير القرآن الكريم قالوا مشحون بالإسرائيليات، والحديث مليء بالوضع والضعف، أي حديث النبوي، والنحو تعقيد وتأويل، والصرف فروض ومتاهات، والبلاغة تكلف وأسباق، والعروض قيود ودوائر تدير الرأس، والتاريخ صنع للحكام والملوك ولم يرصد نبض الشعوب وأشواقها. يسمع أبناؤنا هذا كله مدويا عاليا، وتتجاوب أصداؤه المترنحة من أحلاس المقاهي إلى قاعات الدرس الجامعي، ولا يستطيع الشباب لذلك دفعا ولا ردا. هذه الشعارات البراقة وصفوا فيها الشعر الجاهلي بالقمود وانتحال، ووصف القرآن الكريم مشحون بالإسرائيليات، والحديث مملوء بالوضع والضعف، والنحو تعقيد وتأويل، والصرف فروض ومتاهات، والبلاغة تكلف وأسباق. هكذا لكي يبعد الشباب عن لغتهم العربية. مناقشة موضوعية للدعوة إلى التطوير. نحن لا نرفض تطوير اللغة العربية، لكن لا نريد محوها وإزالتها نهائيا. إننا يجب أن نفرق بين تطوير اللغة وبين تطوير طرق تعليم اللغة بإعداد المدرس الجيد والمنهج الصالح. هذا هو التطوير، فالثاني أمر لا غبار عليه، والخلاف هو حول تطوير اللغة، سواء كان بالخروج عن قواعدها ونبذ القواعد القديمة أو بإعادة التقعيد من جديد على القواعد. فنحن نرى أن اللغة العربية بوضعها الحالي قادرة على استيعاب العصر، وليست بحاجة إلى صياغة جديدة لقواعدها. وليس أدل على قدرة العربية من وجود أدباء كبار نبقوا في هذا العصر، ومن بينهم شعراء المهجر، وهم من لبنان ومن الطائفة المسيحية أو النصرانية، كانوا يشعرون أو يقردون الشعر باللغة العربية في المهجر، مثل مدرسة أبولو التي نشأت في كندا أو في أمريكا. وقد عبر هؤلاء عن موضوعات عصرنا قاطبة مستخدمين الفصحى، جبران خليل جبران وغيره، ولم نعرف واحدا منهم اشتكى من ضعف الفصحى أو عدم قدرتها على التعبير أو ثقلها على النفوس.
فلا يشتكي من هذه الفسحة إلا ضعيف العقل والثقافة، لأنها تمثل روح هذه الأمة وفكرها. والأمم تعتز دائما بتراثها وماضيها. ومن المفارقة العجيبة أنه بينما نجح اليهود في إحياء لغتهم العبرية الميتة التي ماتت أحيوها واتخاذها لغة للأدب والحياة، كان بعض المفتونين من العرب ينادون ولا يزالون بأن اللغة العربية الفصيحة لغة ميتة، وينشرون في ذلك المقالات الطوال المكتوبة بالعربية الفصيحة الذي يزعمونها موتى. هم يكتبون باللغة العربية الفصحى وينتقدون اللغة العربية الفصحى بأنها ميتة. إنهم يزعمون أن قواعدها صعبة معقدة. إلى الآن الناس يقولون القواعد صعبة، النحو صعب، الصرف صعب. هذا ليس صعب، لكن إنما هذه من المحاربة لهذه اللغة العربية. وفي اللغات الأوروبية الحقيقة ما هو أشد منها صعوبة وتعقيدا كالألمانية مثلا، ويقولون أن الشاذ فيها من غير القياس كثير في اللغة الألمانية. والشذوذ في سياق الأفعال وفي سياق الجمع والتأنيث وفي المصادر يملأ اللغات الأوروبية كلها، والشواهد عليه لا تحصى. وقالوا إن الكتابة فيها غير ميسرة، مع أن مطابقة الصوت المسموع للصورة المقروءة هي في العربية أوضح منها في الإنجليزية والفرنسية. وينادون المستغربون ويقولون المستغربون أي الذين ذهبوا بالمنهج الغربي، ويقولون إن اللغات الأوروبية قد تطورت، فيجب أن تتطور لغتنا كما تطورت لغاتهم. وهناك فرق بين التطور والتطوير. تتطور اللغة بأن تفرض عليها قوانين قاهرة، هذا التطور. أما التطوير فهو سعي مفتعل إلى التطور، وهو إرادة إحداث التطور دون أن تكون له مبررات تستدعيه. والتطور لا يسعى إليه ولا يصطنع. كيف يكون التطوير بشكل إيجابي؟ إن تطوير اللغة بلغ ذروته في العهد النبوي، حيث نزل القرآن والعرب في قمة الفصاحة وأعلى البلاغة، وكان هذا القرآن بمثابة معجزة لهم. فجاء القرآن وتبوأ بإعجازه عرش البلاغة العربية. يقول مصطفى صادق الرفاعي: فقد بلغ العرب في عقد القرآن مبلغا من الفصاحة لم يعرف في تاريخهم من قبل، فإن كل ما رأوه إنما كان أدوارا من نشوء اللغة وتهذيبها وتنقيحها واضطرادها على سنن الاجتماع. فكانوا قد أطالوا الشعر وافتنوا به، وتوافى عليه من شعرائهم أفراد معدودين، كان كل واحد منهم كأنه عصر في تاريخه، بما زاد من محاسن وابتداع من أغراضه ومعانيه. وما نفض عليه من السبق والرونق، فقد كان لهم من تهذيب اللغة واجتماعهم على نمط من القريشية، أي اللغة القريشية التي نزل بها القرآن، يرونه مثالا لكمال الفطرة الممكن أن يكون. إن القرآن هو المثل والنبراس، وهو الدليل الهادئ، وهو المنهج الدستور لهذه الأمة. وعلى جميع الدعوات التطويرية أن يكون هدفها الأول لو كانت مخلصة أن تقرب الناس من بلاغة القرآن الكريم، وأن تحطم كل الحواجز التي تعيق عن فهم القرآن، وأن يكون هدفها إعادة بناء الذوق العربي ليكون أهلا للتفاعل مع مضمون الذكر. إن التطور الإيجابي يكون بإحياء اللغة في الدرجة الأولى، ووضع نماذج الأدب القديم أمام المعاصرين ليحتذوا بها، وهو ما فعله إمام الشعراء في هذا العصر الحديث محمود سامي البارودي، حين عمد إلى جمع المختارات الشهيرة سماه مختارات البارودي،
لتكون زادا وقبسا للشعراء والأدباء المعاصرين فيقتفوها، وأما ما سوى ذلك فهو فوضى وضياع. وأما ما يفعله بعض المحسوبين على الشعر من التحرر من الوزن والقافية والنحو باسم التطور فهو أمر يخشى أن يضيع اللغة وأهلها. وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي